قصة الصناعة النهاردة مش قصة عادية، قصة صناعة أحسن وأعظم إنسان شافته البشرية، النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بالحكايات والقصص نقعد نتكلم فيها سنين ونكتب فيها كتب، ولكن هنقف عند مواقف معينة عشان تكون جايد أو يكون لينا دليل في حياتنا. أول مشهد، مشهد الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو موجود في مكة وعايش فيها سنين طويلة، بعد كده بيقابل إساءة شديدة جدا 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 من أهل قريش، وبيبدأوا يطلبوا منه إن هو يسيب مكة ويطردوه، يعملوا معاه مشاكل كبيرة جدا جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأذى وتعرض من الأذى والظلم كتير جدا، بس بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك لأنه هو بينفذ أمر سماوي من عند ربنا سبحانه وتعالى، وهاجر من مكة للمدينة. هاجر وهو عنده مشاعر أسى وحزن، ناس كتيرة جدا أذته وناس كتيرة جدا ظلمته، ولكن اتحرك تحت عناية ربنا سبحانه وتعالى. بيكمل النبي صلى الله عليه وسلم رحلته وبيروح المدينة وبيبدأ يأسس دولة جديدة، كل حاجة بيعملها من أول وجديد وبيبني كل حاجة من أول وجديد. وبيرجع بعد فترة تاني وهو ممكن وهو منتصر وهو فايز لنفس الناس اللي كانوا رافضينه من شوية. أي حد بيعدي بموقف فيه ريجكشن أو فيه رفض بيقول هيجي يوم وهرجع تاني وهاخد حقي. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيفكر بالطريقة دي، لأن مركزية النبي صلى الله عليه وسلم هو ربنا سبحانه وتعالى، هو عنده رسالة وغاية أسمى وأعظم. هو عمره صلى الله عليه وسلم ما كان بينتقم لنفسه، عمره ما كان بيغضب أو بيزعل غير لما تنتهك محارم الله عز وجل. ومشهد الرجوع، المشهد اللي فيه قوة وتمكين وعزة للنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام، بيسأل أهل قريش وبيقول لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ وطبعا بيبدأوا بالبلد كده زي ما بنقول يجروا ناعم معاه، فبيقولوا له أخ كريم وابن أخ كريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في قمة القوة وفي قمة الفوز يقول لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. بيعلمنا بصورة عملية، بصورة تطبيقية، يعني إيه عفو، يعني ايه غفران، يعني ايه لما اكون قادر اقدر اعفو، يعني ايه رحمه، يعني ايه تسامح. معظم العلوم الانسانيه بتتكلم عن ده وبيبقى فيه ادوات وتطبيقات، ولما بنيجي نعملها بيبقى فيه حاجز او فيه حاجه موقفانا مش قادرين نعملها. النبي صلى الله عليه وسلم بيدينا درس عملي في كل الحاجات دي بكل سهوله. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الاحداث دي كلها بيتعرض لحادث اليم جدا جدا، وهو وفاه السيده خديجه ووفاة عمه أبو طالب، وبيتسمى العام ده بعام الحزن. ولكن لو نبص في الرحلة كلها، النبي صلى الله عليه وسلم العناية الإلهية دايما بتحميه، دايما بتحفظه، دايما بتصونه، بسبب تسليم النبي ويقينه التام بأن الله عز وجل لن يضيعه. لما ربنا سبحانه وتعالى اطلع على قلبه وشاف قد إيه هو حزين بسبب الحدث ده، وفاة السيدة خديجة ووفاة عمه أبو طالب، ربنا سبحانه وتعالى كافئ النبي بمكافأة عظيمة، وهي رحلة الإسراء والمعراج. يسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، وبتفرض عليه الصلوات الخمسة في هذه الرحلة. كل ده بيحصل بيقين تام وتسليم تام من النبي صلى الله عليه وسلم لربنا سبحانه وتعالى، لأنه بيحدث تحت مسار ولتصنع على عين.